السلام عليكم. بسم الله. نبداو كاملين بالصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم هذا الفيديو بصحه وعافيه يا ربي امين. في الفيديو تاع نهار اليوم كما راكم تشوفوا غادي ندير معكم هذا الطاجين البسباس خفيف الظريف 5 تكون وجدتيه. والبنه ما نحكي لكمش يا البنات، مع واحد لاستيس كيفاش تخلي ولادك ياكلوا البسباس بلا ما يعبوا. اللي ما يبغوش ياكلوا البسباس ما غاديش كاع يفيقوا نهائيا بلي هاد لي بول تاع الكفته فيهم البسباس. نبداو الفيديو تاعنا على بركه الله. بسم الله. نبدا بالمقادير. هنايا عندي 20 ميل تاع كفته تاع الدجاج، وهنا جبت 2 حبات تاع بسباس يكونوا مويان، قلعت لهم الوراقي الفواقه خليتهم مصورين باش نعمرهم بالكفته. وهادو اللي بقاو غادي نطحنهم في الروبو. هذا البصل تاع الشط، البصل الاخضر هذاك البورو هذاك للتزيين. وعندي فص تاع ثوم يكون مليح ولا 2 فصوص تاع ثوم متوسطين، حبه بيض لا شابلي ولي زيبيس، عندي سكنجبير حرور قرفه غرام مساله وشويه كيري، وعندي المعدنوس والقزبر. نجيبوا نجيب الروبو تاعي. الا ما عندكش روبو تقدري ديري رابوز هادوك القطع تاع البسباس ترابيهم كيما هكا في الرابوز. انا نفضل نستعمل الروبو باش ينطحنوا لي بيان. هاد البسباس ينطحن غايه. نزيد نقطع معاهم هذاك غير البصل تاع الشط ولا هذاك البصل تاع البورو، نديرو غير هذاك الاخضر الفوقاني ماشي التحتاني البصل، ونطحنوه على هذا الشكل. شوفوا طحنوه بيان. وبعد نجيبوا هذيك الكفته، هذه غير 20 ميل تاع كفته تاع الدجاج. حنايا عندنا البوشي تاعنا تاع اللي من جهتنا الكفته اللي يخدمها بنينه بزاف. ونزيدوا نديروا لها لي زيبيس وكاع تولي روعه في البنه. ندير هذاك فوقها هذاك البسباس والبصل اللي طحناه، وندير الكزبر والمعدنوس، ونرابي هذاك الفص تاع الثوم كما راكم تشوفوا، وندير عليها لي زيبيس اللي هما قلت سكنجبير كمون شويه غرام مساله كوري، هادو تقدري تستغني عليهم، شويه حرور شويه قرفه، ونزيد شويه ملح حسب الحاجه. ونديروا هذيك الحبه تاع البيض، ونبقوا نزيدوا في لاشابلور حتى لي الكفته تاعنا نحسوها بلي صاي ما راهيش جاريه طريه بزاف، تكون شدت روحها، من نشفوهاش بزاف بلا شابلور. قادلين نولوا نجموا نخدموا لي بول تاعنا فاسيلمون نحبسوا لاشابلور. وصدقوني هاد الطاجين يجي روعه، يجي مجمر ما شاء الله. سيرتو من جاي غادي نطيبه في الطاجين تاع الطين. الا ما عندكش طاجين تاع الطين تقدري طيبيه في الطاجين تاع الحديد عادي، طيبيه بصح ولا نقصي له الغاز خليه يتجمر كيما نقولوا. لا طيبتيه في لاكوكوت مينوت ما تبلعيش لاكوكوت مينوت، وخليه نقصي له الغاز وخليه يطيب على نار مهيله. والبسباس طياب يدير هكا يطيب ما با نص ساعه. انا في الطاجين تاع الطين ما با نص ساعه وكان مجمر وكان طاب ما شاء الله عليه. وهنا نجيب الطاجين تاعي ندير فيه كميه تاع الزيت، ونبقى نعمر في هذوك الوراقي تاع البسباس باش نديرهم منها ديكور ومنها يطلق لنا البنه. وراكو عارفين بلي البسباس جاي الكوت تاعه سبيسيال، جاي بنين بزاف، البسباس جاي حلو. نعمرهم كيما راكم تشوفوا، نوقفهم ولا نحطهم، والتزيين اختياري. ولا الكفته اللي تبقى لي ندير هذه بول ونحطهم في الطاجين تاعي. ومن بعد دوك نوري لكم لاباري اللي غادي نديرها تاع طوماطيس. كما قلت لكم هاد لي بول تاع الكفته ما تستبنوش فيهم البسباس نهائيا. تقدي الا ولادك ما ياكلوش البسباس تقدي تحشيها لهم في هاد العفسه. انا ولدي كلا الكفته ما بانت لهش كاع بلي فيها البسباس، ما سقسنيش مامبا في ما يجيش كاع باين الكوت تاع البسباس. وتوكليه لهم، راكو عارفين البسباس مليح، الخضره كاع اللي تجي في وقتها مليحه هكا، وندمروها لولادنا وياكلوا البسباس. و ميم طون قلت لكم يجي بنين بزاف بزاف. كمل كاع هذيك الكميه تاع الكفته كاع نديرها دي بول ونحطها في الطاجين تاعي، ونكمل معاكم المراحل القادمه. هنايا بعد ما كملت كاع هذوك لي بول، جبت غير هذيك نفس الطاسه اللي كنت دايره فيها الكفته، درت فيها مغرف كبيره ماشي معمره تاع طماطم مصبره، ونص مكعب مرق الخروف، جامبو تاع خروف انا راكو عارفين ولفتوني نطيب به. وجبت فص تاع ثوم متوسط نرابيه، وندير شويه كمون شويه قرفه وشويه حرور شويه سكنجبير، وندير عليهم الماء نحركهم بيان، وندير هذا الخليط في الطاجين فوق هذوك لي بول تاع الكفته. نبدلوا شويه كل خطره وكيفاش نديروا البسباس تاعنا. انا دي فوا نديره، ودرت هنايا مغرف صغيره تاع بابريكا كل خطره. والبسباس كيفاش نديره، دي فوا نديره مرقه بيضاء، دي فوا مرقه حمراء، كل خطره وكيفاش نديره.
وما نعوموش الكفته تاعنا بهاد لاصوص البنات. الطاجين تاع الطين ما يبغيش الماء بزاف. نخلطوا كاع هذاك المكونات حتى يتجانسوا كاع ولي زيبيس كاع يتجانسوا مع لا طوماط كونسونطري ونديروها. شتو درنا كلشي بارد في بارد، ما قلينا ما درنا حتى شي حاجه، درت كلشي بارد في بارد ونبلع الطاجين تاعي ونديرها على نار ناقصه حتى لي هذيك لاصوص تتجمر لي والبسباس والكفته يطيبوا. قلت لكم ما داريش بزاف تاع الوقت، نص ساعه مامبا كان كلشي طايب. ساعه البنات نحركو باسكو الطاجين تاع الطين يلصق شويه، ما نخلوش الكفته تاعنا تلصق. ساعه نحركوها من بلاصتها باش ما تلصقناش. شوفوا هذيك لاصوص كيفاش تجي خاطره، الله الله عليها، تجي ما شاء الله، يجي روعه ان شاء الله. نتمنى بكم باش تجربوا هذه الطريقه، على بالي بلي غادي كاع تعجبكم. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. واللي يبغوا البطاطا يقدوا يرموا تانيك حبيبه ولا زوج حبيبات تاع بطاطا يطيبوا مع البسباس. وصفه روعه وسهله وبسيطه و5 كنت كملتها وغير ب20 كفته ودرت عشايه. شوفوا المنظر النهائي تاعه، يجي شباب في الشكل وبنين بزاف في المذاق، ولا اروع. وديك الكفته تجينا هشيشه بالبسباس ولا جابلي اللي درناها ما تجيش قاصحه، تجي هشيشه تتفتت غير وحدها. شوفوا هنا، شوفوا الهشاشه تاع هذيك الكفته، شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، تجي طريه وتجي بنينه وتجي فيها الحلاوه تاع البسباس، بصح ما تفيقيش باللي فيها البسباس، ما يجيش الجو تاعه باين، بصح تستبني الحلاوه تاعه. وهذه كانت لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، تكون عجبتكم هذه الوصفه. نتمنى بكم باش تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا في لي كومونتير، على بالي بلي غادي كاع تعجبكم. وإلا عجبتكم لا فيديو والوصفه خلوا لي لايك ودعموني بلي زابونمون. ما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الانستغرام، نخدم فيها سكري سالي سور كوموند، دوك خلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وخليتكم على بركه الله الى الفيديو القادم ان شاء الله. ونختم معكم كما العاده بهذا الدعاء الرائع: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويا ربي دايما قدرنا على فعل الخير.